ده طبعا الشكل النهائي، واعتقد انه بنسبة 85 او 90% كمان. ما شاء الله بقى شكله جميل جدا. تقدر تمشي بيه عادي. السلام عليكم، واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. وزي ما انتم شايفين كده يا شباب، كنت بتمشى بالصدفة في التوفيقية، فلقيتهم فرشين حاطين فوانيس اشارة على الفرش، فقلت طب فاصل واشوف الدنيا، ناخده كده نعمل عليه شوية اختبارات، نجرب موضوع الصنفرة وهل فعلا هنقدر ان احنا نخليه يلمع بشكله المتدمر ده. وعلى فكرة الفانوس اصلي، مش فانوس تقليد ولا هاي كوبي ولا حاجه، لا فانوس اصلي بتاع شيفروليه افي، فقلت اجيبه ونجرب. المهم لقي الراجل قال لي 150 جنيه. المهم تمام، قعدت افاصل معاه لحد ما جبته في حدود 80 جنيه. زي ما احنا شايفين الباغه متدمره، فقلت ايه اضعف الايمان ممكن ان احنا نغير الباغه كامله، او ان انا اصنفرها واجرب. هي فيها كام كسره كده، فقلت ايه نجرب الاول. فتعالوا بينا نجرب كده مع بعض ونشوف هل موضوع الصنفرة ده فعلا هينفع وهيشتغل، وهل هنقدر نرجعه جديد ولا لا. لو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا دلوقتي. طبعا الفانوس من ورا فيه كسرة كده، هنعملها برضو بحيث ان هو ايه يشتغل تمام. وفي ودنة ناقصة هنعملها برضو، دي شوية تاتشات بسيطة ان شاء الله، دي تتعمل بسهولة. لكن المشكلة الأساسية في موضوع الباغة بتاعته، لو ما قدرناش نلمعها ان شاء الله هغيرها خالص، بس حتى يبقى اسمنا عملنا تجربة. الفانوس كان مرمي في الشارع، فزي ما انتم شايفين مسكته بقى بالمنظفات ديت، قعدت احط جواه بريل وكده وارج لحد ما نزلت كل التراب اللي جواه. كان مردوم طبعا تراب وطينه والكلام ده كله، لحد ما نزلت كل الاتربه اللي فيه من بره ومن جوه، وغسلته غسله تمام على الحوض اهو زي ما انتم شايفين. ما تخافوش يعني، عادي استخدموا ميه طول ما فيهوش كهرباء ولا حاجه، الدنيا تمام وتقدر تشتغل بيه. طبعا زي ما انتم شايفين دي شويه الكسرات اللي فيه، لكن اهم حاجه نعمل اختباراتنا عليه. زي ما انتم شايفين برضو فتحت الحنفيه في قلبه، والحمد لله خليته تمام بقى بيلمع اهو. تعالوا بقى نجرب اول حاجه صنفره. طبعا هجيب صنفرة 400 800 1000 1200 2000. كنت عايز اجيب طبعا لحد 3000، بس ما لقيتش الا لحد 1000 لحد 2000، فقلت مش كان نجرب. فدي اول حاجة زي ما انتم شايفين كده، دي 400. هنبدأ نصنفر، ناخد وش كامل بال 400 ونشوف هل بعد ما يتصنفر هيبقى ناعم ولا لا. طبعا صنفرة مبلولة، ما تصنفرش خشن، لو خشن هيعمل خدوش كبيرة جدا. لكن صنفرة مبلولة، وتبدأ ان انت تمشي عليه كده واحدة واحدة لحد ما تخلي السطح كله املس. طبعا دي اخشن حاجة، لكن هنوصل لحد انعم حاجة. زي ما انتم شايفين كده، ده خلاص كده صنفرته 400، وطبعا بيطلع مادة كده زي ده الناتج بتاع الصنفرة. تعالوا بقى نغسله كده ونشوف الدنيا هتبقى معانا ازاي، بحيث ان احنا اهو على الحوض برضو. ما تخافوش، مش من المية مش هتعمل له حاجة، هو كله بلاستيك في بلاستيك، فالمية مش هتأثر عليه يعني. تعالوا بقى ننشف ونشوف بعد ما ينشف هيبقى عامل ازاي. ده كده بعد ما نشف طبعا زي ما انتم شايفين بقى يعني بلور كده، او خلاص بقى كله ما بقاش شفاف. فهنبدأ بقى ان احنا دلوقتي نخش عليه. المفروض فيه 800 بس ما صورتهاش. طبعا لازم تجيب حتة الكاوتشة دي او حاجة، بحيث ان تخلي الضغط يعني منتظم على كل السطح، ما ينفعش تعمل على طول. حاول ان انت تجيب اي حاجة كده وتبدأ ان انت تحط الصنفرة عليها. دي ال 1200، ال 1200 انعم شوية. هنبدأ ان احنا نصنفر كده واحدة واحدة بال 1200. زي ما انتم شايفين بدأ التراب اللي طالع منه يبقى انعم شوية. برضو بعد ال 1200 ان شاء الله هنغسل، وبعد ما نغسل هننشفه ونشوف. ولو لاحظتوا بدأ يبان شوية، ما بقاش مطفي زي الأول. كان الأول مطفي جامد قوي، لكن دلوقتي بدأ اللمعة تظهر شوية وهيطفي تاني. طبعا ده كده كده بقى خلاص لمعناه بعد ال 1200. طبعا السطح بقى أملس جدا، بقى ناعم جدا، لكن لسه برضو زي ما انتم شايفين مطفي ومفيش أي حاجة باينة. تعالوا بعد كده نخش بقى على ال2000. طيب تعالوا نبدأ بالصنفرة ال2000 بقى. زي ما انتم شايفين حاولت احط حتة الكاوتشة دي ما نفعتش خالص، فقلت خلاص اصنفر يدوي بايدي. وطبعا 2000 دي ناعمة جدا. يلا هنبدأ نصنفر. وزي ما انتم شايفين برضو بدأت تطلع تراب انعم بقى بكتير جدا، وبدأت الفانوس ان هو يبان. وطبعا السطح بتاعه بقى ناعم لدرجة كبيرة جدا. وهنشوف برضو هنعمل بال2000 وهننشفه ونحطه برضو في تحت المية، بحيث ان احنا
نرجع السطح ان شاء الله املس خالص. وزي ما انتم شايفين بدأت الشوائب كلها تختفي. هنبدأ نغسل بعد ال2000، نبدأ نغسله برضو تاني وننشفه ونشوف الدنيا تبقى معانا عاملة ازاي. ده شكله كده بعد صنفرة ال2000، شكله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كأنه تقريبا رجع جديد. بس طبعا لما نيجي ننشفه هيطفي تاني ويبقى مطفي. هننشفه كده هيطفي تاني بعد ما ننشفه. ده كده بعد ما نشف بقى من ال2000. وفي الوقت ده انا ما كانش معايا ال3000، فقلت هتجيب، ما عنديش برضو كومباوند او بولش او كده، فاللي كان عندي واكس، فقلت نجرب بالواكس وان شاء الله الشمع. طبعا في غلطة انا كنت عملتها، ان انا كنت بعمل دواير، لازم تعمل في اتجاه واحد رايح جاي، لكن ما تعملش دواير وانت بتصنفر. زي ما قلت لكم ما كانش معايا طبعا اي بولش او حاجه تعمل قاتل يعني. فالمهم كان معايا الفورمولا 1 ده كان شمع او واكس. قلت المهم ايه، هجرب يدوي واجرب بالمكنه. انتوا عارفين انا عامل شنيور كده اهوت بحط فيه. زي ما قلت لكم طبعا ما كنتش عامل حسابي في حاجه تعمل كاتنج للسيرفس او الكلام ده كله. فالمهم جبت ايه، يعني ما عنديش بولش او مثلا كومباوند او كده، فقلت نجيب الشمع الكرنوبة ده شمع من فورمولا 1. قلت نجربه كده وان شاء الله يشتغل معانا ويعمل فرق. انا عملت حتة وسبت حتة عشان نبين الفرق طبعا ما بين الجزء ده والجزء ده. ركبت كده، كان عندي سفنجة ركبتها في الشنيور وقلت نجرب. ده الجزء اللي اتعمل، وزي ما انتم شايفين طبعا اللمعة بتاعته بقت قوية. ده الجزء اللي فوق ما اتعملش لسه، دي على صنفرة ال2000. فتعالوا كده نجرب نعمله كله ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي، وان شاء الله طبعا نطلع بنتيجة حتى لو النتيجة بسيطة. بس طبعا بصوا الفرق هنا، هتلاقي ده السوليتيب، انا حاطط السوليتيب كده على جنب، هنشيله ونشوف الدنيا هتبقى عاملة معانا ازاي، او في فرق ما بين الجزئين اللي اتعملوا واللي ده طبعا الشكل النهائي. واعتقد انه بنسبة 85 او 90% كمان ما شاء الله بقى شكله جميل جدا. تقدر تمشي بيه عادي، ما يبقاش طبعا هو في كسرة فوق، انا كده كده هغير الباغة بس قلت نجرب. وعلى فكرة شكله يتمشي بيه كده عادي، يعني لو نقطة مثلا امير ولا حاجة فوق ممكن يتلزق ويتمشي بيه. وعلى فكرة بقى شكله جميل. لو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة ومتنساش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.